قرن الجاموس وبيض النعام وسن الفيل، وانا عندي حوالي 4 سنين او 5 سنين نزلت الورشه وبدات اتعلم منه، وبدات ان انا اشطب، بدات ان انا ابدا افسر الحته، بدات ان انا ابدا انحت الحته. نحت الحته هي اهم حاجه اللي هي في الشغل بتاعنا، ان انا ازاي افسر القطعه بتاعتي ان انا عاوز اطلع شكل معين. سن الفيل دوت خامه، طبعا خامه جميله جدا وخامه غاليه جدا، بدات تندثر مبقتش موجوده. بدانا ان احنا نشوف ندور على خامه تانيه بديله، بدانا نشتغل في قرن الجاموس. تشوفها في الاول كده تبقى بعيد عنها تخاف منها، تبقى لما بتيجي تبدا تشتغل فيها وتبدا تتعامل معاها ان هي قطعه فنيه تطلع منها في الاخر. دي لوحدها تبقى يعني قطعه حاجه جميله. يعني مثلا قطعه صغيره زي كده بتطلع من قرن الجاموس، ما فيش حد يصدق ان ده قرن جاموس. الحمد لله بقدر اعمل اي شكل بناء يعني على الصوره اللي هو بيجيبها لي او الرسمه اللي هو بيبدا يجيبها لي. قرن الجاموس طبعا بنروح نجيبه من المخزر، ديت اول ما عرفنا بالخامه ان احنا نجيب الخامه ديت من المخزر، وبنبدا ان احنا ننفضها من العظم بتاعها، ان هي طبعا تبقى الخامه جواها عظم، ما تبقاش مصمطه، بيبقى مصمطه لغايه مدى معين، وبعد كده بنبدا ان احنا نطلع منها العظم دوت، نسيبها مثلا تنشف شهر شهرين على حسب الوقت بتاعها. بعد كده بنبدا ان احنا نتعامل معاها بتنظيف، تقطيع، حلو. نبدا نفسر قطعه الشغل المطلوبه مننا على حسب مقاسها، على حسب التخانه بتاعتها، نبدا نستخدمها في الشغل بتاعنا. بعد كده بتخش مراحل الشغل بتاعها، تقطيع، حلو، اللي هو تفصيل. وبعد كده بنبدا ان احنا بنسطحها من الجنبين، نبدا بعد كده نشكلها الشكل اللي احنا عاوزينه، ممكن نرسمه او يعني انا ما بعرفش ارسم في شغلي، ما بعرفش ارسم، انا ببدا انحت الشغل على طول، قطعه على حسب جهد القطعه. يعني مثلا قطعه زي كده ممكن تاخد مني يوم، قطعه زي كده ممكن تاخد مني مثلا ساعتين. الإقبال على الشغل الحمد لله كويس. الشغل بيبدأ مثلا من 50 لغاية 100 لغاية 150، في شغل بيوصل معايا 300 القطعة على حسب شغلها.